عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الجزء الثاني من حل تمارين وحدة الدوال المثلثية. المطلوب في هذا السؤال إيجاد زاوية المرجع للزاوية -2 باي على 3. بالنسبة للزاوية -2 باي على 3، أول شيء ممكن الطالب أن يحول هذه الزاوية إلى درجات لمعرفة مكانها، فتصبح -2 باي على 3 بالدرجات -2، ونضع مكان الباي 180 على 3. إذن ستصبح -120. كون الزاوية سالبة نضيف لها 2 باي يعني 360، نضيف لها 360 كونها سالبة، فتصبح الزاوية هي 100. طبعا 360 ناقص 120 ستصبح 240، وإشارة الزاوية موجبة. إذا أصبحت زاويتنا موجبة. الآن هذه الزاوية الموجبة تقع في الربع الثالث، إذا الزاوية في الربع الثالث. وبما أن الزاوية في الربع الثالث فإن الزاوية المرجعية هي تيتا تساوي الزاوية 240 ناقص 180، وتساوي 240 نطرح 180 فتصبح الزاوية تساوي 60. إذن زاوية المرجع 60 درجة، و60 درجة هي الباي على 3. إذن الإجابة B. الإجابة B. الآن بالنسبة للسؤال الثاني، زاوية المرجع للزاوية 300. الزاوية 300 تقع في الربع الرابع، إذن الزاوية 300 في الربع الرابع. زاوية المرجع في الربع الرابع هي عبارة عن 360 ناقص الزاوية المعطى وهي 300. إذن الزاوية تكون 60، وال60 هي باي على 3، أو هنا مكتوبة طبعا مباشرة بالدرجات وهي 60 درجة. القيمة الدقيقة للدالة المثلثية ساين 5 باي على 60. أيضا بإمكان الطالب أن يعلم 5 باي على 60 في أي ربع، فيضع مكان الباي 180 ويحسب الناتج. 180 على 36 الزاوية 150. إذا أصبح سؤالنا ساين 150، ويتأكد الطالب عندما يحسب 150 بساين 150 أن الآلة الحاسبة بالدرجات، وال150 في الربع الثاني، والساين في الربع الثاني موجب، والناتج هو نص. إذن الإجابة A. الإجابة A. أو بإمكانه مباشرة أن يطبق الآلة وتكون على الراديان ساين 5 باي على 60، يكتبها كما هي في صيغة السؤال 5 باي على 60، وتكون الآلة بالراديان، يختلف لو كانت في الدرجات. ننتبه لهذه الملاحظة. بالنسبة للسؤال الآن، الزاوية تيتا في وضع قياسي، ساين ثيتا أكبر من الصفر الموجب في أي ربع. إذا كان الساين موجب فإننا نكون إما بالربع الأول أو بالربع الثاني، الربع الأول أو الربع الثاني. إذن الإجابة C. أوجد السعة. طبعا السعة هي A، وهنا A تكون، وهي A هنا 3، إذن السعة هي 3. أوجد الدورة. الدورة قانونها 2 باي. إذن الدورة
2 باي، لأنه الكوساين دورته 2 باي، ونقسم على بي بالقيمة المطلقة. إذا 2 باي على بي. بي هي معامل إكس، معامل إكس هي 1/3، 1/3. إذا 2 باي تقسيم تلت أصبحت 6 باي. إذا ننتبه للمعامل هنا هو 1/3، 1/3، وتكون 6 باي الدورة. إذا نختار الإجابة دي. السؤال الآن إزاحة الطور. إزاحة الطور كمان أيضا يجب أن يحفظ الطالب هذه القوانين. إزاحة الطور تساوي سالب سي على بي بالقيمة المطلقة. سالب سي طبعا هي سالب، إذا بالأصل القانون سالب، وسي هنا سالبة، سالب 3 باي على 2. هي كلها سي، لأنه نحن بالأصل عندنا الدالة A بكوساين بي إكس زائد سي زائد دي اللي هي الإزاحة الرأسية. بي أمثال إكس وسي هنا زائد، فلدينا إذن سالب 3 باي على 2 مع الإشارة. إذن على بي، وبي هنا هي 1. إذن أصبحت موجب 3 لأنه سالب سالب، إذن 3 باي على 2. إذن الإجابة هي A، 3 باي على 2. الآن السؤال الإزاحة الرأسية. الإزاحة الرأسية كما قلنا هي دي، وهنا هي 4 بي إكس، هنا بي إكس زائد سي زائد دي، وهي الإزاحة الرأسية. الآن حدد المعادلة المطلوبة في هذا السؤال التي يمثلها التمثيل البياني. نلاحظ أن التمثيل البياني هنا لهذه الدالة هو يبدأ من الصفر وينتهي عند الباي. إذن الدورة هي باي، إذن الدورة هي دالة الساين والدورة هي باي. لذلك نبحث عن هذه الدوال، من الدالة التي دورتها باي، وننتبه أيضا إذن الدورة. إذن من خلال الرسم نلاحظ أن الدورة باي لأنها الدالة تنتهي عند الباي، وأيضا السعة 2، السعة هي 2 حتى نستطيع اختيار الدالة. طبعا هنا السعة 4 فليست هذه هي المطلوبة. هنا السعة نص أيضا ليست مطلوبة، وهنا أيضا السعة نص ليست هي المطلوبة. إذن دالتنا التي تمثل الرسم البياني هي الإجابة سي. أول شيء السعة 2 وهذا ما يناسبنا، والدورة 2 إكس معامل إكس 2 كما قلنا الدورة 2 باي على معامل إكس 2 ويساوي باي، وهي دورتنا. إذن الإجابة المطلوبة هي سي. الإجابة المطلوبة هي سي. مدى الدالة. بالنسبة لمدى الدالة طبعا نعلم أن الكوساين مداها من -1 إلى -1، وكون الواي مضروبة ب6 طبعا المدى يختص بالواي، ونحن المدى للكوساين -1 1، ولكن كونه مضروب ب6 فأصبح المدى هو من -6 إلى -6. إذن المدى هو -6 -6، وهي الإجابة A. أي من هذه الدوال لها التمثيل البياني نفسه. بالنسبة لدالتنا هنا لدينا x ناقص باي، x ناقص باي بإضافة باي 2 باي لهذه الدالة،
إذن الزاوية، طبعا نحن نعلم أن الزوايا المشتركة بالضلع النهائي نضيف 2 باي أو نطرح 2 باي. إذا أضفنا 2 باي فتصبح دالتنا تساوي، إذن y تساوي 3 ساين x ناقص باي. لو ضفنا 2 باي أصبحت دالتنا تساوي 3 ساين x ناقص باي، وزائد 2 باي هو زائد باي. إذا إجابتنا هي الإجابة A، ساين x زائد باي. تمنياتي لكم بالتوفيق.